كان بيعمل عمرة ودخل يزور الروضة الشريفة، ولقى شاب متعلق بالروضة، شاب أجنبي كده في العشرينات من عمره، متعلق بالروضة الشريفة، يبكي ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطلع يجدد وضوءه ويرجع يبكي ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول يوم، تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم، وهو طالع في اليوم الرابع الأمن مسك الشاب ده. قعد الشاب بلهجة أجنبية ولكن يجيد اللغة العربية، قعد يقول: اتركوني، أنا مش شحات ولا حرام، اتركوني، أنا أحب رسول الله. وقلبه تعلق بشخص لم يره. فأستاذنا العالم اللي بيحكي وكان دكتور جامعي بيحكي، راح للأمن قال لهم: انتوا ماسكينه ليه؟ ده مش شحات ومش لص. قال لهم: ما تتدخلش، الراجل ده مقيم هنا بشكل غير قانوني، جه البلد من 6 سنين عمره وقاعد حتى الآن ورافض إن هو يرجع. فقال لهم: ولكني أحب رسول الله. قالوا: لا، احنا هنرحلك، هناخدك نسفرك على بلدك. قال لهم: ماشي، موافق ومش ههرب منكم. قال له: انت كل مرة بتهرب، مش ههرب منكم، ولكن اتركوني أقول لرسول الله كلام. بكل استهزاء قالوا له: ما يعرفوش ان في تعلق بين الشاب ده وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكتفينه من ورا ظهره. قال لهم: بس خلوني الف اشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. اداروا ظهره. قال: ايه لرسول الله؟ قال: أهكذا العهد الذي بيني وبينك يا رسول الله؟ أهذا ما اتفقنا عليه يا رسول الله؟ يا رسول الله، لقد وعدتك أن أبقى بجانبك يا رسول الله. أهذا هو العهد الذي بيني وبينك يا رسول الله؟ يا رسول الله، تركت أبي وأمي وأغلقت دكاني من أجلك، من أجل أن أكون بقربك. يا رسول الله، تعلق، يا رسول الله، أحببت، فأين حق الحبيب على المحبوب؟ يا رسول الله تدخل، يا رسول الله تدخل، يا رسول الله تدخل. وقع. الأمن قعد يضربه برجليه: قوم يا كذاب، قوم. ما بتحركش. جابوا مي، غسلوا وشه، ما بتحركش. اسعاف جت، حطوا ايديهم على النبض، مات. تدخل رسول الله، تدخل المعلق متعلق، المحب الحبيب. قعدوا يبكوا، قالوا: لو كنا نعلم حبه لرسول الله والله لتركناه وكنا خدمناه. ده التعلق. ربما شخص يتعلق، طبعا رسول الله قيمة وقامة، ولكن ربما يتعلق به ولم يره،